النهاردة هتكلم يا أصدقائي عن الشخصية القوية. إزاي نحترم الآخرين وفي نفس الوقت ننسجم إزاي مع أنفسنا. بعض الناس بيدوا احترام للآخرين على حساب أنفسهم، يعني بيحترموا دايما الناس اللي قدامهم أكتر من نفسهم وبيجوا على نفسهم، وميبقاش فيه انسجام بينهم وبين أنفسهم. يعني بيحس باللخفنة بينه وبين نفسه كده، ومش منسجم بينه وبين نفسه. يعني بيحس بالتوتر بينه وبين نفسه لما بيتحط في موقف بيضطر فيه يتعامل مع الناس التانية. بيحس بتوتر ما بينه وما بين نفسه، وبيدي قيمة للي قدامه واهتمام واحترام أكتر على حساب نفسه. يعني يا أصدقائي، الشخصية القوية هي عبارة عن فن إدارة انفعالات، يعني سيطرة على الذات في الموقف. إزاي إن إحنا نسيطر على ذاتنا وانفعالاتنا لما نتحط في مواقف، إزاي نعرف نتصرف فيها. القوة هنا مش معناها إن إحنا نبقى شداد، لا. الشديد أو القوي معناه من يملك نفسه وقت الانفعال أو الغضب. نقطة وهي الثقة بالذات واعتماد الذات، الاعتماد عليها. وثقت على نفسي واعتمدت عليها. يعني معنى كده ان انا اعتمدت على نفسي، وثقت بنفسي واعتمدت عليها، اقدر اني اقدم الشيء ده، اعتمد عليها او لا اقدر ان انا اعتمد عليها. بمعنى انه يشعر بالقدرة على القيام بالعمل ده او لا يشعر بالقدرة على القيام بهذا العمل. قالوا لك في النقطة دي في 4 أنواع من الناس. أولا، الشعور بالقدرة مع وجود هذه القدرة، يبقى هنا في ثقة. تاني نوع، إنه يوجد قدرة ولا يشعر بهذه القدرة، هنا احتقار للذات. اللي بيشعر بالقدرة وهو غير قادر عليها، يبقى هنا شخصية مغرورة، في اغترار للذات. وفي رابع نوع اللي هو أصلا لا يشعر بالقدرة وهي غير موجودة. هي مشكلة كتير من الناس جدا إن هم يا أصدقائي لا يعرفون ذاتهم، مش عارفين ذواتهم إيه هم، أو هم عبارة عن إيه. مش مدركين ولا واعيين هم نفسهم عبارة عن إيه. ومن هنا بيجي دور الصديق الصدوق، اللي بيبقى فعلا مراية صديقه ويتمنى له الخير وعاوزه يبقى أحسن الناس. هو ده اللي هيديه نصيحة والنقد اللي هيصلح بيه نفسه عشان خاطر يكون أفضل وأحسن. نافذة الذات أو الشباك بتاع الذات، يعني في حاجات مستورة وفي حاجات مكشوفة. زي بالظبط كده الملبس والمنظر من بره والهيئة بتبقى مكشوفة، لكن جوه البني آدم وداخله حاجات كلها محدش يعرفها. كده بالنسبة للإنسان، في حاجات جوانب كتير من شخصيته هو بيبقى عارفها، في جوانب تانية ما بيبقاش هو مدركها ولا عارفها. وفي حاجات تانية في ناس تانية بتبقى مش مدركة شخصيتها بالكامل. في بقى جزء غير مكشوف أنا أعرفه عن نفسي لكن الناس كلها ما تعرفوش عني. بيبقى عبارة عن قناع، في قناع. في شخصية بقى هي ما تعرفش عن نفسها حاجة خالص، لكن الناس من حواليها يعرفوا. زي مثلا اللي بيتكلم كتير جدا جدا جدا، وما يعرفش عن نفسه ان هو بيتكلم كتير جدا جدا جدا، والناس دايما حواليه يقولوا له انت بتتكلم كتير جدا جدا جدا، لكن هو مش مقتنع بحاجة زي كده. في حاجة تانية مثلا ان واحد دمه تقيل جدا جدا جدا، هو بيضحك ويهزر مفكر نفسه دمه خفيف، هو ما يعرفش ان دمه تقيل.
في حد تاني شخصية مثلا نرجسية متكبرة منفوخة على الفاضي، كل ما تقعد مع الناس تنفخ في نفسها وتكبر في نفسها، وياما هنا ياما هناك، لكن الناس نفسهم يعني أجارك الله يقولوا له يا عم روح، احنا ما صدقنا مثلا انه مشى، يا رب يمشي، احنا ما صدقنا انه مشى. وفي شخصية تانية هي اللي ما بتعرفش عنها حاجة ولا الناس بتعرف عنها حاجة، شخصية كده مجهولة مبهمة. دي بقى ما تتعرفش يا أصدقائي غير بالمواقف اللي بتتحط فيها، الأشخاص اللي بتتحط في المواقف هم بقى وقتها على حسب تصرفهم احنا بنعرفهم دول ايه. زي مثلا الأطفال الصغيرين اللي ما نعرفش إن عندهم جانب قيادي، أو إن بيبقى عندهم موهبة معينة، إلا لما بيتحطوا في الموقف نفسه ساعتها بنعرف الشخص ده متميز في كده أو عنده موهبة كده. عدم المطالبة بالحقوق هو ضعف تقدير للذات. كونك إن أنت من جواك تحس بالحب مثلا ناحية فلان وما تروحش تعترف له إن أنت بتحب، هو ده ضعف تقدير بالذات. اللي عنده ضعف تقدير في الذات دايما يسأل نفسه، هو أنا قيمتي كبيرة وعالية؟ أنا عندي قيمة؟ يا ترى قيمتي إيه؟ فالتقدير هنا متعلق بالآراء، إنما الثقة دايما متعلقة بالأداء. توجيد الذات إن إحنا دايما نقول اللي بنشعر بيه. متضايقين من حاجة نقول يا جماعة إحنا متضايقين من كده كده كده. مبسوطين من حاجة نقول ده إحنا مبسوطين من كده كده كده. عاوزين حاجة نقول أيوة عاوزينها، ما نجيش على نفسنا. مش عاوزين حاجة نقول إحنا مش عاوزينها، بمنتهى البساطة. هو ده توكيد الذات. رابع نقطة هي تقبل الذات، إن إحنا نبقى متقبلين نفسنا. واحد عنده كرش متقبل إنه عنده كرش. واحد عنده ولد يعني محتاج رعاية أكتر، يتقبل إن هو مثلا محتاج رعاية أكتر. واحدة ست شعرها مش ناعم متقبلة إن هي شعرها مش ناعم. واحدة ست مش جميلة متقبلة شكلها وشايفة نفسها أحسن واحدة في الدنيا. متقبل أولادي، متقبل بيئتي، متقبل ومتصالح مع نفسي. مش متقبل نفسه ومش متصالح مع نفسه دايما، حتى لو كان في وسط الناس مثلا دايما ما يجيبش سيرة ان هو فلان اللي هو مش معترف بنفسه، لا يقول انا ابن فلان، فلان ابن فلان. يجيب الألقاب، يجيب بشتغل في الحتة الفلانية او بعمل الحاجة الفلانية او في حاجة فلانية، بيبقى شايفها ليها قيمة اكبر من نفسه او تقدير اكبر من نفسه، مش متصالح مع نفسه. في ناس عندها أزمة البراندات والماركات العالمية وحاجات كتير قوي قوي، والساعات والعربيات. في ناس كتير جدا 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 عندها الأزمة دي، وهي متعرفش إن ده عدم تصالح مع الذات. وبكده أكون أنهيت حلقتي عن الشخصية القوية في الدنيا أحلى مع مروة. يا رب أكون قدرت أستوفي ولو جزء بسيط من المعلومات عن الموضوع ده. وشكرا لكم على حسن استماعكم ليا، وإن شاء الله حلقة جديدة من الدنيا أحلى مع مروة. وإلى لقاء آخر في الدنيا أحلى مع مروة.